في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن كيس بتقابلنا كتير، وهي تسليح الاشكال الغير منتظمه على الريفت، وكنا شرحنا ازاي نسلح البلاطات او البايل كاب او ايا كان الشكل الغير منتظم اللي عندك. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مهمه في تسليح البلاطات المتغيره. لو مسكت الاسياخ دي او سلكت على السيت دي هلاقي ان هنا مفيش ريبار نمبر، مش مديني اي رقم للاسياخ. حاجه زي دي بتتظبط ازاي؟ بروح على ستراكشر رينفورسمنت، بختار رينفورسمنت سيتنج، ومن هنا بلاقي ان في اوبشن اسمه الفارينج ريبار سيت. في تو اوبشن موجودين. الاوبشن الاولاني هو بيقول لي ان كل سيخ هياخد بار مارك لوحده. الاوبشن الثاني هو بيقول لي ان هو هيدي السيت كلها على بعضها رقم. طيب ممكن اجرب الاثنين. لو اخترت ده وقلت له اوكي، هختار من هنا كل سيخ، يعني السيخ ده رقم 4، السيخ ده رقم 8 وهكذا. هلاقي ان هو هنا ادى لكل سيخ رقم، ولكن السيت برضو لسه مش واخد رقم. ده اوبشن يعني موجود. طيب لو انا عايز السيت كلها تاخد رقم واحد، اخش من هنا واختار نفس الاوبشن، بس اختار الاوبشن ده وهقول له اوكي. لو مسكت دول هلاقي ان هو ادالهم رقم. ولو عملت الجدول بتاع الاسياخ دي بالشكل ده هلاقي ان الارقام كلها واحد باختلاف الاسياخ. برضو ممكن نجرب نغير. لو جربنا نغير طريقة الترقيم هلاقي ان هو هنا غير لي، ادى لكل سيخ رقم منفصل عن الرقم التاني. فعلى حسب انت عايز تخرج شغلك ازاي. ده بالنسبة لريفت 25. طيب ريفت 26 في اوبشن كمان اتضاف مع نفس الاوبشنز دي. يعني لو دخلت ريفت 26 وفتحت نفس القائمة من رينفورسمنت هلاقي ان هنا النمبر ميثود في 3 مش 2. ده الاوبشن اللي اتضاف. الفرق ما بين الاثنين الاساين ده، حتى لو التو سيتس متشابهين في كل حاجة هو بيدي لكل واحدة رقم مختلف. الماتش دي الإضافة الجديدة. لو التو سيتس متشابهين بيديهم نفس الرقم. ممكن نفعل ده ونجرب. دي ست اهي كل حاجة فيها مظبوطة، الرقم بتاعها هنا 14. لو خدتها كوبي بالهوست بتاعها هلاقي ان هو هنا اداها رقم 15 وهنا اداها رقم 14. طيب ممكن نمسح ده ونرجع نجرب الاوبشن الجديد. لو انا خدت ده كوبي هلاقي ان ده 14 وده برضو 14. طيب لو انا افترضت ان انا مفعل اي اوبشن من الاثنين هلاقي ان هو هنا مديني كل الاسياخ دي رقمها 14. لو انا محتاج ان انا افرق ما بينهم بيحصل ده عن طريق السفكس. لو دخلت من هنا برضو هلاقي ان ريبار نمبر هيبتدي معايا من 1. لو قلت له مثلا تيجي من ايه، هنا مش هلاقي اي حاجه ظاهره لي لان انا ماسك السيت على بعضها. ولكن لو مسكت سيخ مثلا هلاقي ان السفكس بتاعته بي. طب ليه بي؟ لان انا قلت له بتيجي بايه، فهو اول سيخ اداله حرف الاي بالشكل ده. هقدر اظهر ده في الجداول؟ اقدر اظهره عادي جدا. هلاقي ان هنا الاسياخ المتغيره كلها ظهرت لي